في نظرية بتقول إن الربيع هو بداية موسم العلاقات العابرة. شيء طبيعي لو نحب، ده شيء طبيعي. لو انتوا من الناس اللي بتعتبر الربيع موسم العلاقات العابرة أو الكاجوال، مهم تعرفوا قواعد النوع ده من العلاقات عشان تبقى علاقاتكم صحية ليكم ولشركائكم. أول قاعدة في العلاقات العابرة هي الاتفاق على شكل العلاقة وتوقعاتكم منها بوضوح. تعالوا نشوف مشهدين من مشاهد السينما المصرية. في كل مشهد حوار بيدور بين اتنين، وانتوا تحددوا ما بين المشهدين انهي طرفين متفقين وعايزين نفس الحاجة من العلاقة. انت مش مستعد للعلاقة اكتر من مجرد انس. لما تبقى مستعد لده نبقى ساعتها نتكلم ونتعرف. وعموما انا ما عنديش مانع ان احنا نفضل كده، بس تبقى علاقة عابرة وسطحية. هتفضل مكشر كده لحد امتى؟ لحد ما اعرف ايه اللي بينك وبين عصام. البوي فريند بتاعي. بوي فريند؟ ليه احنا في باريس؟ امال انا اطلع ايه؟ انت كمان البوي فريند بتاعي. اكيد المشهد رقم 1 مهم قوي ان الطرفين يكونوا عايزين نفس الحاجة من العلاقة عشان تكون مرضية ليهم هما الاتنين وما تبقاش مؤذية لحد منهم. تاني قاعدة هي التراضي الواضح عن حدود العلاقة. انهي مشهد في دول حاسين ان في تراضي بين الطرفين؟ أكيد المشهد الأول. لازم تتفقوا لو علاقتكم هتبقى فيها علاقة جسدية ولا دلع وتنطيط بس. حتى لو العلاقة كاجوال لازم يكون فيها تراضي. طبيعي لو نحب، ده شيء طبيعي. شوفوا الكابشن فيه تفاصيل أكتر وقولوا لنا في التعليقات إيه حاجات تانية مهمة في العلاقات الكاجوال.